جايل غارنر المستذئب الفرنسي. جايل غارنر كان ناسكا فرنسيا، ولد ب18 من شهر يناير بالعام 1573، وتربى وقضى عمره بريف مدينة دول الفرنسية. وذات مرة تعرف جايل على امرأة فرنسية ووقع بحبها وتزوجها، إلا أنها لم ترغب بالعيش بالريف، حيث أنها فتاة مدينة وأصرت أن تذهب هناك، فما كان منه إلا أن انتقل إليها. ما يستطيع جايل أن يتأقلم بالمدينة لأنه قضى عمره بالريف، إلا أن زوجته لم تيأس وظلت تحاول جعله يتأقلم. لكن جايل كان يعيش وحيدا في كوخ صغير بالريف، يأكل ما يزرع ويزرع ما يأكل، وكانت حياته هادئة، وكان بالكاد يطعم نفسه. أما اليوم فعليه أن يعمل بالمدينة ويطعم